فعلا مختلف زي ما حضرتك اكدت في اكتر من مره. ابتدى يبقى ليه دور جوه الملعب ما كناش الحقيقه بنشوفه. كانت الناس تقول صلاح بيعمل، صلاح ما بيعملش. صح. احنا كمان شايفين صلاح نفسيا كمان بقى وشه بيضحك كتير قوي سواء في الملعب في التدريبات. حابب حضرتك تكلمنا ايه اللي تم بينك وبين صلاح عشان خاطر مستواه تطور بهذا الشكل. شكرا. وايه اخر حاجه دارت بينك وبينه يعني؟ شكرا. يعني انا بقول صلاح بالمجموعه اللي انا قلت اساميها، تريزيجيه ورامي والشناوي وكل وحمدي فتحي، الناس دي بالذات كمان صلاح يعني ومنعم داخل في السكه. صلاح لعيب ذكي جدا. وانا وهو لما للاسف يعني لما كان حد من غير ما نعرف لسه ما شفتوش ولا لسه شافنا ولا بتشتغل معانا، كانت الناس حتى اتحط ديناميت بيننا وبين اللعيب، يعني حسام حسن مع فلان. صلاح يعتبر يعني اما اخويا الصغير، يا اما في ناس زي يعني في ولادي ممكن تكونوا يعني ممكن قربوا من سنه. فهو من الغلط ومش مقبول ان كان قبل كده ان احنا بنقارن. عمرها ما حصل يعني. عمر كابتن جاري ما اتقال الجاري العظيم مع جمال ولا حسام ولا ابراهيم ولا طاهر. لا، دي حاجه المدرب زي المدرس ليه الاحترام وما ينفعش تقارن بيه، لان كل الامور متبادله. الثقه زائد الاحترام موجود. صلاح انت فعلا نويت حاجه كويسه جدا. فعلا هو مستريح نفسيا في الملعب. انا ما شفتوش قبلي ولا بعد ولا معايا ان قبل ما اشتغل ان هو بيتكلم مع اللعيبه وبيحمس الناس وبيواجههم، في لينك بينه وبينهم في الملعب. يعني بصراحه يعني انا شايف حتى في المعسكر اللي هي الحاجات اللي مش باينه، كل التفاصيل بيني وبينه والكابتن ابراهيم ان احنا بنتفق على حاجات تنظيميه للفريق، لو اللعيبه محتاجه كذا، محتاجه تنام كذا، محتاجه غدا افطار، بنرتب الامور على حسب. هو الوسيط او بينه وبين زمايله. فانا حاسس ان هو مرتاح، وحاسس ان هو لو في ليفربول بيبقى كويس بيبقى عايز كمان هنا احسن. فدي خطوه كويسه ليه هو. وانا بقول للعيبه كلها الماتش الدولي ليه قيمه كبيره جدا. لما يبطل او في تاريخ كل لعيب يتذكر ان هو يا ريت كان نفسي العب وكان نفسي نفوز ونفسي العب كويس ونفسي اجيب جول او اعمل جول. فالحاجات دي قلت لهم ما تعدوش الماتش الدولي هباء. فالامور بتوصل لهم يعني كلام كتير. لكن صراحه انا بحييه هو وتريزيجيه وهو ورامي والشناوي وحمدي فتحي كل اللعيبه. مروان عطيه اللي هو جاي، لكن قائد راجل بيموت نفسه في الملعب.